العصابات الإرهابية لا تترك وسيلة إجرامية إلا وتتبعها وتتهم الحكومة السورية بها. اتصال بين أحد إرهابيي ما يسمى كتائب شهداء البياضة في الدار الكبيرة بحمص وأحد مشغليه السعودي المدعو عبد الله من مصر. يطلب الإرهابي السوري فيه مساعدات، ويخبر المدعو عبد الله كيف ضربوا الكيماوي في دير بعلبة بريف حمص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه الاخبار عندكم؟ طيب امور اصابتك ان شاء الله امورها طيبه؟ والله الحمد لله، يعني حزينة امشي عليها شوي شوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وعلينا ضغط كثير وبدنا نفتح اليوم ان شاء الله حمص ان شاء الله. متى؟ بدنا نفوت الحمص ان شاء الله بهالكم يوم. الله كريم ان شاء الله تعالى. انا ودي اتواصل معك، يكون الارسال عندك والتغطيه ممتازه. انا الان خارج السعوديه، الان في مطار القاهره، وراجع بكره ان شاء الله تعالى. فانا لا اخفيك وضع الحمص انا جدا متضايق منه، من الخلافات اللي موجوده عندكم والنزاعات، سرقات الاموال والاخطاء اللي قاعده تصير في الكتائب اللي بحمص. لذلك انا توقفت عن حمص وصرت اشتغل بحوران فقط، فحوران ودمشق يعني. لكن ما ادري انت ايش رؤيتك لوضع حمص؟ والله يا اخوي ترى في اخطاء كثيره، ويعني ومو يعني كل الناس نفس الشيء، بس يعني تعرف انت شو الحل؟ شو الحل؟ الحل والله يا اخوي ما هو حل، لانه شلون يعني كل من يشتغل من راسه. اي، وشو الحل لهالموضوع هذا؟ لانه الدعم ما هو حل، انه انا اتبرع للكتيبه الفلانيه ولا الفلانيه، هذا ما هو حل. هذا زياده مشاكل وزياده خلافات بينكم، انه يعني تندعم كتيبه مع وجود هالخلافات هذه. فانا برايي انه لازم يكون في حل للتوحيد، او على اقل تقدير للتنسيق. والله معك حق يا اخوي. طيب في مجال بكره تكلمني بكره بالليل؟ بكره بالليل اي ساعه بالليل؟ اي ساعه بالليل، بس اكون انا وصلت على السعوديه يكون بالي معك، لانه انا الان واقف بمكان عام ومنتظريني جماعه معطلهم انا. مش مشكله اخوي، بس انا دقيت لك اليوم لانه يعني الشبكه عندنا يعني ما توجد يعني كل يوم او يوميا. الله المستعان. على كل حال، طيب ولو في دعم شلون بدك اياه يوصل؟ والله اخوي يعني نحن نجيب الحزين لانه كشفونا جماعه وانقضب عندنا عالم كثير. انقضب عندنا عالم كثير، راحت تجيب فلوس وتجيب دعم وانقضبت، راحت صارت بالزون. طيب شو الحل يعني؟ شلون بوصل الفلوس يعني؟ الحل بكره، وانت ما احكي معك انا بكره؟ اي بكره نحكي معك وافهمك كل شيء. اي رتب لي الامور وشلون. بدي اعرف معلومات. اول شيء الفلوس بدي اعرف وين راح تروح. يعني شو اسم كتيبتكم انتم؟ كتيبة شهداء البياضة. شهداء البياضة كم عددها؟ عددها 200. اي، وبالبياضة عم تشتغلوا ولا بغير مكان؟ لا نحن طلعنا من النفق اللي تحت الدوار الجوية. اي، طلعنا من عنده وما عاد نقدر نرجع لاخواتنا جوا. اي، وشو اللي ناقصكم هلا؟ الحل المناسب نحن الحزين شو اسمه الدار الكبيرة، تعرفها؟ اي، الدار الكبيرة دي خمس. شو اللي ناقصكم؟ شو بدكم؟ ماذا تريدون؟ ذخيرة ولا؟ الناقصنا اخوي نحن نريد نشتري صواريخ ونريد نشتري عداد ثقيل عشان نفتح حمص لجوا. اي، طيب بس انتم يعني انت تعرف حمص يعني ما راح تقدروا تفتحوها انتم 200 واحد، يعني في الويه كبار وكتايب كبار موجوده بحمص، يعني انتم اللي راح تفتحوها يعني؟ لا اخوي نحن وصلنا لغير بعلبة دريت ابنه وضربنا كيماوي يا اخوي. اذا سمعت شوف اعطيني تفصيل. عندي خبر، اعطيني التفصيلات جهزها وكيف بدك يعني يحول مصاري، وكلمني بكره بالليل من بعد العشاء وطالع، وتتيسر الامور باذن الله. ان شاء الله يا رب. يلا بارك الله. مشكور كثير اخوي. الله يحفظك. بارك الله فيك. مع السلامه.
وهذا اتصال ثان بين إرهابي سوري وشريكه حول إرسال آخر موثوق لإحضار علبتي غاز سارين من حي برزة على أنهما علبتي دواء. الو السلام عليكم، شلونك حجي؟ سلام علينا. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. في حدا حجي عم ينزل عبر زي موثوق في 100%؟ لا ليش؟ بده في ناس عندهم هاي مشان الغاز السالين علبتين دواء. منهم بكره ان شاء الله. يعني احكي مع الجماعه نجيبهم؟ إيه. يلا هلا بحكي معهم خليهم يجيبوا لي اياهم. دكتور عند علي؟ ما بعرف، بس يدق لنا. انت ما دكتور؟ ان شاء الله باذن الله سيدي. ما في. سلام. يلا رايح احكي معهم خليهم يجيبوا لي اياهم لهون. يلا.